حافي على الأسطح الصلبة. رجل الإنسان ما هي مصممة إن إحنا نمشي على رخام أو سيراميك أو الصبة هذه اللي إحنا بنمشي عليها. رجل الإنسان يجب أن يمشي يمن على رملة، يمن على طين، يمن على حشيش في مزرعة، يمن في جبل. فبالتالي لابد أن إحنا نحمي القدم بالحذاء الصحيح في الأسطح الداخلية. يعني مرض الكعب، ألم الكعب هذا من الأمراض حق الحديثة حقت العصر الحديث. في كثير جدا من الأولاد اللي بيصابوا بمشاكل الكلى، رقم واحد وسر من أسرار الخفية لمشاكل الكلى إنهم بيمشوا حافي على البلاط في البيت. المشي الحافي مفيد جدا جدا، مشي إن احنا نمشي حافي مفيد جدا جدا، بس بشرط إما على رملة أو أرض طينية أو على نجيل. انت عارفه باطن القدم في خريطه كامله للجسم كله، الصينيين عاملينها من آلاف السنين. هتلاقي مكان للكليتين، كل ما بيتحط على الارض، خصوصا الناس اللي بتشتكي من مشاكل الكلى بيحس بسخونه في باطن رجله دايما، فعاوز حاجه بارده يحط رجليه عليها، وده بيخليه بدل ما هو مريض مؤقت يبقى مريض دائم. عشان كده بنقول اي حد عنده طفل بيمشي حافي في البيت ممنوع تماما تماما، لان ده فعلا أول وسيلة من وسائل تدمير الكلى. بصفة عامة الأرضيات الصلبة اللي هي الرخام والسيراميك اللي في بيوتنا، هذه أرضيات غير طبيعية لا يحبذ المشي عليها حافي القدمين، ربي ما يجيب الشر. عندها ضعف بالكلى أو عندها اتربة بالكلى أو الكرياتين وايد صاعد، تدرون شنو السبب؟ السبب البرودة. لا تمشي حافي. إذا عندك غرفة سيراميك حط زولية حافي، لا تمشي. يمكن شخص يقول ايش عليه يعني الكلى فوق والريل تحت، انا اقول لك ليش. الريل فيها عصب رئيسي حق الكلى بباطن الريل، نفس الصوره اللي انتم شايفينها. الكلى من تحوشها بروده، العصب من يصير بارد تقل وظيفه الكلى. لا تمشي حافي، دهري لك بزيت الحنظل 24 ساعه والبس ادلاق. اوكي، راح تلاحظ الاختلاف فوري. وصلت؟